ام دبینن هرو ده هندری سوریه دو پشتی شکاندن رژیم و بعث حکومت آن گو هاتی سر گو سوریه بریو ببه جولانی دبیت یعنی دمه گاتی سر حکم و جبو پیکاتین گد هندری سوریه دو بگشتی و کوی چه ببه عدالت چه ببه هر کس بگینه موافقه هر کس به زمان خو به رنگ خو لسر آخو خو جیان بکه لهرو ام دبینن ده هندری ساحل سوری دا ده هندری لاطقه دا ده طرطوس دا ام دبینن کمکجی ته چه کرن زیده تر سرکسن علوی هرو هیرشکی مازن سرکسن علوی ته چه کرن ته هاو کسنا جی تیم کشتن بر چاوه دنیا عالمه لهم دنیا عالم جی بیدنگه چما دنیا عالم بیدنگه جبرگو هرو دنیا عالم دخوازه گلنگ دندر سوریه دا جیان دکه زیده تر واره تنکرن واره کشتن دقت العام را در باز ببه جبرگ هرو سیستم رأسمالیت کانه به حاکمیت لسر سوریه بکه و نه تنه سوریه در رجلات ناوین گشتی دا هرو رأسمالیت دخوازه گل هجمار گل کم بمینه جبرگ اونا کانه بن حاکمیت خور لسر وی گلی بکه جبر ویجه هرو گشتی بیدنگ دمینن بریوه ام مددیت هیرش لسر کرده دهات چه کرن سر ایزیدیو دهاتن چه کرن لدوه دمه نها داجی ام دبینن سر کسن علوی جبرگه هین علوینه هرو مافه مروفا کانیل کنه مافه هرو باندکن بناوه مافه مروفا پاراستن حق مروفا تی کرن کال کنه هرو جن زارو کال اختیار تین قتل کرن لهم دنیا عالم جی بیدنگه ام وقت گلد با کر رجلات سوریه دا جیان دکن ام دنگ خوا دگینن مافه مروفا و ایگ هرو مافه مروفا دا پارزه بلا خدیل وا کسنا در کفه هرو علوینه گر سنینه گر کینه هرو ام خوشکو برای هفدنه دندری سوریه دا ام دبین وک هفیک واره آوا کرن وک خوشکو برا ام دندری سوریه دا ام جیان بکن لی هرو وک هفیا جی پیک ناته ام دخوازن ام دنگی خوب عالمه گینن بلا سر و کمکجینا بسکنن پیشیل کمکجیا بگرن یعنی گناهن زاروک تین قتل کرن ما زنب زاروکا چنه زنب اختیارا چنه زنب جنا چنه تین قتل کرن یعنی دندری سوریه دا هف شرکی بردوامه. بداية بهنئ المرأة بعيد يوم المرأة العالمي. طبعا بهذا اليوم اللي هو 8 آذار من المفترض أن يكون يوم مقدس لدى الجميع، صار انتهاكات فظيعة الحقيقة بهذا اليوم اللي من المفترض أن يكون يوم احتفالات ويوم بهجة ويوم تقدير للمرأة وجهود المرأة عبر النضال الطويل من أجل حريتها، لكن للأسف كان يوم دم، يوم دم ويوم موت. هذا الشيء حصل طبعا في الساحل السوري ضد اخوتنا طبعا واهالينا المكون العلوي. طبعا نحن بنعزي قلوبنا صدقا يعني على هاي الابادات الجماعيه، وانا بسميها تصفيات، سياسه الارض المحروقه، اباده عرقيه، يعني كل العبارات لا توفي بالغرض صراحه. نحن نستنكر ونندد بهذا الفعل، طبعا الفعل الإجرامي. نحن بسوريا عانينا كثيرا من النظام البائد، النظام الإرهابي، النظام الدكتاتوري اللي كان طبعا القائم عليه عائلة الأسد عبر 50 سنة أو أكثر. فبيوم تحرير سوريا كنا نتأمل ونستبشر خيرا صراحة بأحمد الشرع أو السيد أحمد الشرع، لكن آمالنا ذهبت في مهب الريح بسبب الأفعال الطائفية والعمل الديني الذي يأخذ المنحى الديني أو المنحى الإسلامي البحت أو السني. نحن هون بسوريا طوائف متعددة وقوميات متعددة، في من جميع القوميات والطوائف، يعني هي نموذج مختلف فينا نقول عن باقي الدول العربية
حقيقة يعني. فمن المفترض أن يراعى هذا التلون الموجود بسوريا، لكن للأسف الشديد ما لاحظناه منذ البدايات ومنذ استلام السلطة اختلف الموضوع كليا. فكان اللون الواحد والتعدد الواحد، فهذا أجى رفض حقيقة من جميع المكونات والقوميات الموجودة والأديان والمذاهب الموجودة بسوريا. حتى عند ما شكل طبعا المجلس الرئاسي عند تشكيله طبعا كان لون واحد، يعني بدون الاستعانة بأي ألوان ثانية. فهذا يعني كان مزعج لباقي القوميات أو باقي الأديان. ما كان في حوار وطني، كانت تؤخذ القرارات بشكل فردي. كان من المفترض من بداية تسليمه السلطة يأخذ اجتماع يتضمن جميع القوميات، جميع الأديان، جميع المذاهب، يوصلوا صيغة معينة، اتفاق معين لتسيير أمور البلد مبدئيا. إذا كان الهدف هو توحيد سوريا وطبعا الأمان والاستقرار، إذا كان، لكن للأسف اكتشفنا أنه مو هذا هو الهدف. اكتشفنا أنه هو هدفه أو الهدف السلطة الجديدة هي الإبادات والحقد والكراهية وإعادة الماضي، ليش هدول عملوا فينا هيك وليش هدول عملوا فينا هيك. يعني موضوع سارات صراحة يعني، وذبح وقتل يعني هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. وأكبر دليل ما يحدث في الساحل السوري. في الساحل السوري إبادات، ذبح وحرقوا أطفال بسبب أو بحجة أنه فلول النظام، عم بيلاحقوا فلول النظام. وين فلول النظام؟ أطفال عمرهم 5 سنين و6 سنين يذبحون ويقتلون. عائلات، دكاترة، أطباء، هدول فلول النظام. هذا اللي ما عم نلاحظه وعم نشوفه يعني الحقيقة بأم أعيننا. خصوصا الانتهاكات اللي بتصير بحق العلويين السنة باللاذقية، يعني هالشيهات نحن ضد هالشيهات، لأنه الرئاسة الجديدة لسوريا عم بيحكي باسم سوريا الديمقراطية، بس نحن هلا مثل ما عم نشوف على التواصل الاجتماعي ما عم نشوف شيء ديمقراطي، لأنه درز كمان لهم حق، هن كمان إنسان، كل يوم مجازر بحقهم. هالشيء هذا يعني لازم جميع الدول يتخطوا هالشيهات. لازم منظمات حقوق الإنسان يتوقف على شيهات، لأنه هن كمان إنسان يعني مو بإيدهم إنه هن طوائف. هن بيعملوا هالشي لحتى يمحوا الطائفية الدرس من سوريا، حتى بيقولوا هن الأقليات، مثل عمل مثلا مع الكراد، عملوا مع الإيزيدية هالشيهات. بس هن كمان مو ذنبهم انه هن درس، هن كمان لهم حقهم بالسوريا. سوريا الديمقراطيه، سوريا ملك جميع الطوائف السوريه، مو بس الدرز ومو بس العربي، بس الكردي، هن يعني ملك لجميع السوريين، هن عايشين باراضيهم ببلدهم. يعني هالانتهاكات اللي بتصير لازم سيد جولاني يوقف على هالشيهات، مثل ما هو صار هلا رئيس الدولة هو مسؤول عن دولته. مثلا هالمجازر اللي بتصير بحق العلويين بالساحل، لازم الرئيس الجديد يوقف على الشيهات وتمنع هدر الدماء او مثلا القتل اللي عم تصير بالشوارع ضد الاطفال، ضد النساء، ضد الشيوخ. يعني الاطفال يعني من وقت ما الاحداث لحد هلا صار تقريبا شيء 300-400 من الدرز اللي استشهدوا او توفوا بمجازرهم باللاذقيه. لازم هو يوقف على هالشيهات وينهي هالانتهاكات بحق هذا الشعب. جي غير ساحل شد برشاشتيه حكمك خرط سر علويات شي بو كشتنا كي كل قلق جرامبو، يعني نما فيون اف تشتا سر علويات ماشي دما علوي جزكي اف عردايه، يعني او ما تكملين وام ما تكملين كام جن ارمل ام قبو ناكن اتشتا دربكي اف برشاشتيه وكاحمد الشرع إلو هاتي حكمي خو
سلطة خو وشريعة خو داعش كيفن سريع علوية وغير سريع علوية داخل افشاشتي برشاشتي كأمجني أرمل أم بيجن أدخل زيامي إنه همري أفتشتاب ساكنن وحياة أنا بس كشتي زاروك جن ظلام يعني أوجي وقت من إنسانكي كتن برد ظلمكي كل خورت أم فكرة سورية ديمقراطية مشان كرد وعرب سريان أرمج أمهمية طائفي كش هفدورنا يرو على وجه إجمانة على وجه أبا خامية دسبيك اشتغل بجمجي إذا خوازن سوريا كي نهتشيبه أما بجن سوريا المستقبل تفهمي بريقشتي لازم أولي ما إيه علوية شيء حقوق كوان شيء هي نبس أمتني هنا نبس عرب هنا نبس آشور هي نبس أرمل هي حقوقك علوية شيء هي أم بس أكشتني الظلم وزور سما تشيد به ويعني كشتنا كي هري مزنة جرانة دما يعني قال لك شيء اتفاقية نقابات جولاني ودولتات تركيا هي وسياستك يبر خرطوان هي جماعة يعني هما راسا أما بيجن جولاني درباس بو رجيما بحث شو هما راسا هاد بو أو خاكر سروكتي سوريا نا دستي أردوغان جيتت هي دستي تركي جيتت هي وقال لك دستا جيتت هي لأنه ما في أردوغان أبتشتا تفهفي مناطق سوريا تشيبه بو صالحي بكبه